دراسة طبية تعد الأغرب في تاريخ العراق، حيث توصل فريق من العلماء إلى أن سنة 2035 سيموت فيها العراقيون بالكامل. الدراسة استمرت ل3 سنوات، وتوصل الفريق البحثي إلى أن كل أفراد الشعب العراقي محاطين بجدار من الرصاص حول محيط الدماغ. التجربة أجريت على مئات المواطنين، حيث أخذت عينات منهم لتخضع للتحليل. الفريق البحثي برئاسة الدكتور شوكت كاظم أستاذ الكيمياء في جامعة الكوفة، إذ توصل إلى وجود تراكمات من مادة ثاني أكسيد الرصاص على جدار الدماغ لكافة العراقيين، خاصة الرصاص فقط، أنه أثبت أن تراكمه يكون على القشرة الدماغية. نحن نعرف أن المشكلة الكبيرة في كثير من المواد السامة وخاصة الرصاص والكادميوم أن هذه المواد عندما تدخل إلى داخل جسم الكائن الحي لا تخرج مع الفضلات. من أين تأتي مادة الرصاص لتدخل إلى الأجسام؟ الدكتور حيدر العبدلي رئيس قسم تقنيات السيارات توصل من خلال بحثه إلى أن المصافي النفطية تتعمد خلط مادة رابع أثيلات الرصاص مع وقود السيارات لبيعه على أنه وقودا غير محسن في محطات التعبئة، وعند تفاعل المادة مع الهواء تنتج مادة ثاني أكسيد الرصاص وتدخل عن طريق التنفس وتناول الأغذية إلى الأجسام. المفروض بوزارة النفط أول بداية قبل لا تخلط النفثة مع البنزين تشيل الرصاص، مادة الرصاص، لأن ما شالت مادة الرصاص تبقى هاي ما تضيف وقود، قد ما تخلط بنسب موجودة مادة الرصاص، إذا أكو عملية احتراق غير كامل. عندما تتراكم على المواد الغذائية مثلا على اللحوم أو على الفواكه أو على الخضر، حتى من ناخذها للبيت ونغسلها بالماء لا يمكن أن تذوب بالماء، لأن الرصاص لا يذوب في الماء. سنة 2008 وقع نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني عقد إنشاء 3 وحدات لتنقية الوقود، وتم الاتفاق عام 2008 مع شركة ساسكو وحسب الوثائق والأدلة والبراهين، ولم يتم تنفيذ وحدة تحسين بنزين، وكذلك اختفاء مبلغ 86 مليار هو مخصص لوحدة تحسين بنزين. يجرم القانون الدولي الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 استخدام مادة الرصاص في المركبات النفطية، وتعاقب البلدان التي يستخدم فيها هذا المركب بفرض عقوبات من قبل صندوق النقد الدولي. حيدر صالح، قناة آسيا الفضائية، النجف الأشرف.